كنتضامن مع الاخوان ديالنا. عزيز خليني مزيان، خليني مزيان. كنتضامن مع الاخوان ديالنا اجراء واجرات سنوديب، وكذلك مع منادب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقد بدأنا معهم هذا الملف، واليوم نتممه مع إخوتنا بهذه النقابة. وقد طالبنا من قبل واليوم نؤكد على المطالب الاجتماعية المحضة 100%. وقبل الكلمة أرفع هذا الشعار: ليليها ليها ليها ليليها ليها 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 ليليها ليها ليليها ليها ليليها ليها ليها ليليها ليها ليليها ليها ليها ليليها ليها ليليها ليها ليها ليليها ليها شغيلة في الواجهة ليليها ليها ليليها ليها ليها ليليها ليها ليليها ليها والشغيلة والهيئة والاتحاد الوطني للشغل في الواجهة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحباءنا وأعزائنا سكان وأبناء دكالة، ها نحن اليوم نلتقي بكم ومن جديد ومن خلال تجديد المطالب الاجتماعية لهذه لهذه الشغيلة لعمال سنوديب. وقد رفعنا لكم من قبل مطالب هذه الشغيلة، ورفعنا تقارير وشكايات إلى القضاء بخصوص هذه الشركة ديال سنوديب، وما زال حنا إن شاء الله الرحمن الرحيم وراء ناهب المال العام جميعا، ولن يهنى لنا بال ولن نرتاح حتى نعقد إن شاء الله الرحمن الرحيم ونقوم بأكبر محاكمة في تاريخ المغرب ضد ناهب المال العام والمتلاعبين بالحقوق. وأنا غادي نفتح واحد القوس للي يعلم والذي لا يعلم. كتعرفوا كنحملوا المسؤولية الكاملة للحكومات السابقة الفاشلة، وكذلك لوزارة التشغيل التي تسمح لهؤلاء، واسمحوا لي غنستعمل واحد الكلمة ولكن ماشي من باب العنصرية وإنما من باب التذكير والحرص، هؤلاء الأجانب اللي كيجيو يستثمروا في المغرب وكيلقاو المغرب فندق وكيخونوا وكيسرقوا وكيستغلوا الفلوس ديال البلاد. هاد اللصوص، هاد الشفورة، هاد الناس اللي بعضهم ينتمي للأتراك والآخر كينتمي للأردن والآخر ينتمي لبعض الناس اللي كتجي تستثمر هنا في المغرب وكتحايل على القانون وكتقوم بشكل أو آخر مع التواطؤ ديال الناس ديال الأبناك اللي كياخذوا الرشوة من عندهم وكيعطيوهم القروض وما كتوفرش فيهم الشروط حتى كيوصلوا على الحال اللي وصلت ليه سنوديب. واش عباد الله فين كانوا المسؤولين؟ لقيت اللي وصلت سنوديب الان عليها تقريبا 5 مليار ديال الديون. هاد سنوديب هادي علاش سمحتوا لها وصلت لهذا الحال هذا؟ كيفاش كتسمحوا لها المسؤولين وكنحملوكم المسؤوليه؟ انت كتولي الان سنوديب واخا يجي شي مشكله تحمق هذا المستثمر اللي غادي يجي الان وغادي تدوز هذه الشركه في المزاد العلني. وشكون هذا الحمق هذا اللي غيدخل ياخذ هذه الشركه عليها الديون ديال 5 الملايير؟ كتعرفوا 5 الملايير ما معناها؟ ان 5 الملايير تم سرقتها من المملكه
وتم الذهاب بجزء منها الى الاردن والبقيه الى تركيا. عاش المسؤولين فيكم. والحقوق نسيتوها. انا كنقول لهاد المسؤولين هادو اللي كيساهموا في الاحتلال الوطني، هاد الناس هادو اللي كيساهموا في التشنج بين المواطنين والدولة، هاد الاغبياء من المسؤولين، علاش كتسمحوا لهاد الناس هادو؟ علاش كتسمحوا لهاد الناس يسرقوا الثروة ديال البلاد وهاد الشريحة كتضيع؟ علاش؟ فينكم هاديك الساعة؟ فين المراقبة ديالكم؟ فين اللجان المكلفة بهذا الشيء؟ كيفاش فينكم؟ فما غنقولوش اللهم إن هذا منكر، احنا غادي نعريوكم ونفضحوكم. احنا لجأنا الى القضاء ومازال حنا كنلجؤوا للقضاء في موضوع مكتب الصرف، في موضوع الضمان الاجتماعي، في موضوع اداء المستحقات والواجبات ديال الشغيلة. احنا لن نهلنا نبال حتى نحاكموكم واحد واحد. اقسم بالله لا رب سواه، بالله وتالله والله لن يهنى لي بال حتى اقوم باكبر محاكمة في تاريخ المغرب لناهبي المال العام واللصوص اللي كيسرقوا الفلوس والثروة ديال البلاد، وبالتالي هاني كيضيعوا. وكذلك نطالب من هذه الحكومة الشديدة، وكنطالبوا من هاد البرلمانيين، هاد اللصوص ديال هاد البرلمانيين هادو اللي دازوا بالانتخابات التشريعية بالمرقة والزرقاء، هاد المنتخبون الأميون اللي كيحتاجوا على قبة البرلمان وعلى مجلس المستشارين. نطالبوا منهم يكونوا قد المسؤولية ويوضعوا قوانين صارمة